قبل اي تفاصيل هقولها لك عن سفرك ازاي وازاي تجهز وايه الخطوه اللي بعد ما تجهز الخمس حاجات اللي اتفقنا عليهم في الفيديو اللي فات. هقول لك الاول بشكل عام ايه هي انواع الفيز اللي موجوده في الامارات واللي مش موجوده في كتير من الدول اللي انت بتسافر تشتغل فيها. الفيزا الاولى هي فيزا السياحه، دي بتبقى من 30 ل 90 يوم بحد اقصى، ودي مش مسموح لك انك تشتغل بيها، ودي هتبقى مناسبه جدا جدا لو انت رايح لسه تزور البلد او تستكشف، او لو انت مستثمر وعايز تروح الاول تجرب وتشوف نفسك هتمشي الدنيا هناك ازاي. الفيزا دي شروطها بسيطه، يكون معاك حجز فندق ومعاك حجز طيران ذهاب وعوده، وممكن يسالوك على $1000 ممكن في المطار وانت مسافر، ممكن يسالوك وممكن لا. الفيزا الثانيه هي فيزا العمل او عقد العمل، ان انت تروح على شركه مرخصه ليها سجل تجاري وبطاقه ضريبيه وشركه شغاله هناك في مجالك او في مجال قريب من مجالك، بيعملوا لك عقد عمل، وبعدين بعد عقد العمل بيبعتوه لك بتشوفه وتتاكد من البنود بتاعته وتمضي عليه، فبيعملوا لك حاجه اسمها اذن دخول. بتدخل باذن الدخول تكمل هناك بقى الاجراءات والكشف الطبي والبصمه، ودي بتبقى سنتين، ودي على حسب وظيفتك بيسمحوا لك باستخدام اسرتك، ودي افضل انواع الفيز لو انت رايح تشتغل موظف. الفيزا الثالثه هي فيزا المستثمر. المستثمر هو الشخص اللي بيروح يفتح شركه هناك. الشركات هناك اسعارها بتتراوح من ممكن 10-12 ألف درهم لغاية 100 ألف درهم على حسب نوعية النشاط وعلى حسب نوع الشركة نفسها، ومجرد ما بتعمل ورق الشركة بتقدر تدخل وتقيم في البلد على حس الشركة دي. الفيزا الرابعة هي الفيزا بتاعة الفريلانسر، ودي للناس اللي شغالة في مجال الميديا وبعض المجالات التانية. بتقدر تعمل من أبو ظبي من خلال مؤسسة أنا مش فاكر اسمها، ممكن هكتب اسمها على الشاشة، تعمل فيزا لنفسك زيها زي فيزا الشركة بالظبط، بس لازم يكون عندك بعض المقومات كده، وتطلع من هناك فيزا بيبقى ثمنها تقريبا من 7 ل 10,000 درهم، وبتخليك تشتغل سنتين بس از فريلانسر تابع لمؤسسه كبيره كده في الدوله شغاله في مجال الميديا. الفيزا اللي بعد كده هي فيزا المستثمر العقاري. لو عندك عقار جاهز بقيمه 750 ألف درهم او اكتر بتقدر تطلع فيزا اسمها فيزا مستثمر عقاري، بتبقى سنتين، والفيزا دي بتقدر من خلالها تتواجد في البلد طول ما العقار ده على اسمك. الفيزا اللي بعد كده هي الاقامه الذهبيه او الجولدن فيزا. الجولدن فيزا بتبقى لفئات معينه كده، من ضمنهم المستثمرين العقاريين، المدراء اللي رواتبهم اكتر من 30 ألف درهم، والموهوبين في مجال الطب والهندسه والميديا، والشخصيات المرموقه او المشهوره، او الناس اللي عندها عقار بقيمه 2 مليون درهم او اكتر. الفيزا الاقامه الذهبيه او الجولدن فيزا دي بتسمح لك الاقامه في البلد 10 سنين كاملين، وبتقدر تستخدم عليها اولادك واحفادك وباباك ومامتك وجدك وزوجتك وحماك وحماتك. بتقدر تعمل لكل دول على حس الاقامه الذهبيه بتاعتك اقامه 10 سنين برضو في البلد. دي لو خدتها لو انت احد الفئات المستحقه ليها. طب لو اخدتها بعقار من اللي ب 2 مليون درهم، العقار ده يكفيك انك تدفع 20% بس من ثمنه اللي هم تقريبا 400 ألف درهم، ومش شرط يكون عقار جاهز، والفيزا دي هتسقط لو انت بعت العقار ده او غيرته، يعني هي في حالة العقار بتبقى مربوطة بالعقار اللي معاك. دي كده انواع الفيز بشكل عام في الامارات. الفيديو اللي جاي هقول لك امتى تسافر على فيزا سياحة ولا تستنى عقد شغل، وايه المميزات والعيوب في كل حاجة منهم، فتابعني في اللي جاي.